بسم الله بدينا، وعلى النبي صلينا. قربوا لعندي السامعين ويا الحاضرين في هاد المجمع الزين. حلوا ودنيكم مزيان وعطيوني عقلكم، حيت الخبر اللي جايب لكم اليوم ماشي خرافة من خرافات سيدي عبد الرحمن المجدوب، وماشي قصة من ألف ليلة وليلة. هادي حقيقة كانت مدفونة تحت رجلينا، حضارة عظيمة كانت مخبية علينا كتر من 5000 عام، وبان السر ديالها غير في هاد اليامات المبروكة. اليوم غنعاود لكم على حضارة وادي بحت، الحضارة اللي خلات كبار العلماء في العالم يحلوا فمهم بالدهشة. هي يا سيادي في هذيك الأرض الطيبة جهة الخميسات فين كيجري وادي بحت الساكت. شكون كان يقول باللي تما ما بين 3400 و 2900 عام قبل الميلاد، في العصر الحجري الحديث، كانوا جدودنا عايشين وعامرين الدنيا. زمان كانوا كبار الكتاب كيقولوا باللي في هذيك الوقيته المغرب الكبير كان خاوي وفيه غير شي رحال كيسرحوا بالغنم. ولكن بان البرهان يا سيادي، الارض تكلمات وجبدات خباياها، وبينت باللي في هذيك البلاصه كانت اكبر واقدم قريه زراعيه في افريقيا كلها من غير وادي النيل. مدينه كبيره على مساحه 10 ديكتارات، قدها قد مدينه طروادة اليونانيه اللي تغناو بها الشعراء. جاو الخبراء والعلماء وضربوا الفاس في الأرض. شكون هما؟ سي يوسف بوكبوت ولد البلاد من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومعه سيبريان برودبانك من جامعة كامبريدج، وجوليو لوكاريني من الطليان. بقاو يحفروا وتما بانت المعجزة. لقاو المطامير الغارقة، مخازن كبيرة كانوا كيخزنوا فيها جدودنا الزرع والماكلة. لقاو الشعير، القمح، الجلبانة، وحتى الزيتون والبيستاش. ولقاو عظام الغنم والبكر والحلوف المربى. وهذا الشيء كيعني بلي هادوك الناس ما كانوش عايشين غير على الصيد، كانوا فلاحة قادين بشغالهم، كيزرعوا وكيحصدوا وكيوجدوا لدوير الزمان. وماشي غير الفلاحة يا الحاضرين، هاد الناس كانوا حريفية وفنانين. لقاو عندهم فخار مزوق بألوان زاهية وفنيسان مسقولة كتشعل. والأغرب من هاد الشيء كامل، هاد الحضارة ديال وادي بات ما كانتش سادة على راسها. الدليل بان بلي كانوا كيتعاملوا كيبيعوا ويشريوا مع الناس اللي في الضفه الاخرى ديال البحر، جهه الصبليون وشبه الجزيره الايبيريه. كانوا كيتشاركوا المعرفه والسلع، وكان المغرب بحال ديما قنطره ذهبيه كتربط بين افريقيا واوروبا. هذا الاكتشاف العظيم يا سيادي قلب الموازين ديال التاريخ ومسح الفكره القديمه اللي كانت كتنقص من قيمه منطقتنا في هذيك الحقبه. هذا الشيء خلى هذا البحث العلمي يربح الجائزة الكبيرة ديال مجلة أنتيكويتي البريطانية العريقة برسم عام 2025. اليوم وادي بحت رجع لنا الاعتبار وكيقول للعالم كامل حنا موالين الأرض وحنا مالين الحضارة، من نهار تعقلت الدنيا وحنا هنا كنبنيو ونزرعو. واللي بغى يسيد يتأكد من هذا الكلام ويقرأ بعينيه هذا العجب اللي قلت لكم، ها هما المراجع والكتب اللي جابوا هذا الخبر، حيت الحليقي ديالكم ما كيجيبش الهضرة من فراغ.